السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقدم وافر الحمد مقرونا بجميل الثناء إلى داح الأرض وباني السماء على جميل الألطاف وجميع النعماء، مقدما أجمل الصلوات وناثرا أروع التحيات إلى سيدي وسيد البريات وفخر الكائنات، إلى متسيد القلوب وشفيع الذنوب وحبيب علام الغيوب أبي القاسم المصطفى محمد. حياكم الله أيها الأحبة الأكارم. ها هو ذا الإعلان الرسمي لانطلاق حفل اختتام مشروع ال1000 حافظ للقرآن الكريم في العراق، والذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة متمثلة بقسم دار القرآن الكريم. خير بدء مع خير افتتاح، وكما اعتادت الأسماع أن تفتح وتتحف وتطيب وتبارك، إنها تلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم يتلوها على أسماعكم قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين. استقبلوا معي القارئ الحاج أسامة الكربلائي مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على أسفا. صدق الله العلي العظيم.
شكرا جزيلا جميلا طيبا إلى الحاج أسامة الكربلائي على هذه التلاوة العطرة التي ما أجمل أن نرفق استماعنا لها بقراءة سورة أم الكتاب لنهديها إلى أرواح بذلت أنفاسها في سبيل صون الوطن والعرض وسائر المقدسات. نقف جميعا لقراءة سورة الفاتحة المباركة مشفوعة بذكر محمد وآل محمد. تغمد الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم الفسيح من جنانه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أجدد نثر باقات الترحيب بحضراتكم وطيب وجودكم أيها الأحبة الأكارم في حفل اختتام مشروع ال1000 حافظ للقرآن الكريم في العراق، والذي تقيمه دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة. للنجاح أسبابه، وللرعاية الأبوية ثمرتها المتميزة من خلال دور الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، متمثلة بشخص المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي نستمع إلى كلمته مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا فجعله فرقانا فرق به بين حلاله وحرامه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه. وصلى الله على سيدي وخير من نطق به سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحمد الله حمداً يبلغ زنة عرشه ومداد كلماته، وما أحاط به علمه، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه، أن وفق وسدد الأخوة في دار القرآن الكريم لتربية وتنشئة هؤلاء الفتية والفتيات على حب القرآن الكريم والأنس به والاعتقاد بهديه ورشده، حتى تعلقت قلوبهم به واسترشدت عقولهم بنهجه وأحكامه، فاتخذوه مناراً وهدياً لحياتهم، يرتلونه آناء الليل وأطراف النهار، ويحفظون آياته وأجزائه بقلوبهم وألسنتهم، متحرين العمل به في عقيدتهم وسيرتهم وأخلاقهم، حتى اختلط القرآن الكريم بلحمهم ودمهم، راجين من الله تعالى أن يوفقهم. وفي هذا الوقت الذي نحمد الله تعالى ونشكره ونشكر الأخوة والأخوات جميعاً الذين ساهموا في تخريج أكثر من 1200 حافظ وحافظة، متوكلين على الله تعالى، لا نعتمد على أسباب أخرى، بل نتوكل على الله تعالى ونحسن الظن به أنه سيكون معنا في أن نعلن انطلاق من هذا المنبر المبارك، نعلن في هذا اليوم انطلاق مشروع 10,000 حافظ في العراق إن شاء الله تعالى. من هذه اللحظة بعد تخريج أكثر من 1200 حافظ نعلن انطلاق مشروع إن شاء الله تعالى 10,000 حافظ وحافظة في العراق، من هذا المكان المبارك عند مرقد سيد الشهداء عليه السلام، متوكلين على الله تعالى، نحسن الظن به أنه معنا وسيكون معنا ويمدنا بأسباب التوفيق والتأييد والتسهيل لتخريج 10,000 حافظ وحافظة.
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وافر الشكر وعميق الامتنان إلى سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على هذه الكلمات الطيبات. أيها الأحبة الأكارم، للجهة المنظمة لهذا المشروع القرآني الكبير كلمة في سفر هذا الحفل، إنها كلمة دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، يلقيها مدير الدار الشيخ حسن المنصوري، فليتفضل مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الإمام الحسين عليه السلام، ومن هذه الروضة المباركة التي خصها الله تعالى بالكرامات، وقبل 10 سنوات بدأت رحلة الألف حافظ في أجواء الإيمان والقرآن، في أجواء الإيمان والقرآن، لتؤسس لمشروع سعت دار القرآن الكريم وبرعاية مباركة من العتبة الحسينية المقدسة، وبجهود متواصلة من الأخوة في دار القرآن الكريم والأساتذة والمشرفين، مستمدين العون من الله تعالى وبركات جوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هذه الجهود الطيبة والمخلصة والتي توجت بتخرج أكثر من 1000 حافظ وحافظة لكل القرآن الكريم من مختلف محافظات العراق، حيث نجتمع اليوم لنحتفي بهؤلاء الحفظة، هو نعمة عظيمة وإنجاز مبارك في طريق تطبيق وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لهذه الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فكان الكتاب حبل الله الذي أمرنا بالتمسك به، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إلى جانب أهل البيت ترجمان القرآن وأهل الذكر الذين أمرنا بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لفضيلة الشيخ حسن المنصوري مدير دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة. الآن سنتعرف على كيفية حفظهم للقرآن الكريم، وذلك بفتح المصحف وقراءة رقم الصفحة، وهم إن شاء الله سيجيبون عليها من أول الصفحة ويذكروا لنا في أي جزء وفي أي سورة وباقي المعلومات. أطلب من سماحة الشيخ عبد المهدي. تفضلوا شيخنا. السلام عليكم، بارك الله بكم. الصفحة 239. الصفحة 239. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا.
نعم. هذه الآية في أي جزء؟ في الجزء 12 في أي سورة؟ في سورة يوسف. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم. أحسنت. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ قالوا أضغاث أحلام. الصفحة التي بعدها؟ وما أبرئ نفسي. الصفحة التي بعدها؟ قال هل آمنكم التي بعدها؟ فلما جهزهم بجهازهم. أحسنت. طيب الله أنفاسكم. أحسنتم وبارك الله بكم. الصفحة 473. الصفحة 473. أطلب من الجمهور أن يفتحوا على الصفحة 473. تفضل يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أحسنت موسى. هذه الآية في أي جزء؟ في الجزء 24. أي سورة؟ سورة غافر. الآن عكس الطريقة، اقرأ لنا الصفحة اللي قبلها. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. سماحة الشيخ الدكتور رفعت يقرأ لنا صفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة 75 بعد 100. الصفحة 175. الجمهور على الصفحة 175. تفضل حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أحسنت. الإجابة صحيحة. نعم الإجابة صحيحة. أحسنتم. في أي جزء؟ الجزء 9. السورة؟ سورة الأعراف. الآن حسن يكمل لنا الصفحة التي بعدها. صفحتين صفحتين. نعم. الآن أول شيء إن ولي الله اقرأ ثم اقلب صفحتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. صفحتين بعدها. إذ تستغيثون ربكم. صفحتين بعدها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واعلموا أنما غنمتم من شيء. الآن من هذه الصفحة 20 صفحة إلى الأمام. يعتذرون إليكم مجال حتى يطلعونها. نعم اقرأ. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. محمد وآل محمد. السيد الآن سنغير السؤال، سيقرأ لنا آية وهم يشخصون في أي صفحة وفي أي جزء وباقي الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أحسنتم. بداية نريد رقم الصفحة حتى الجمهور يفتح ويانا. تفضل سيف. رقم الصفحة 313. الجزء 16. السورة؟ سورة طه. تقع هذه الصفحة على الجهة اليمنى من القرآن الكريم. أحسنت. بداية الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أحسنتم. آخر آية في الصفحة. ولقد مننا عليك مرة أخرى. الآن ابدأ رتلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أحسنت. الآن عيد لنا آخر آية بالصفحة. ولقد مننا عليك مرة أخرى. الصفحة اللي بعدها بأي آية تنتهي؟ قال فما بال القرون الأولى. الصفحة اللي بعدها بأي آية تنتهي؟ أجمعوا كيدكم جنات أحسنت. الصفحة التي بعدها؟ الصفحة التي بعدها؟ ما أخلفنا موعدك. الصفحة التي بعدها؟ إنما إلهكم الله الذي. أيها الأحبة الأكارم، لضيوفنا الكرام الذين قدموا من خارج العراق مع كلمة شيخ قراء بلاد الشام الشيخ الدكتور رفعت علي ديب، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سماحة الشيخ المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، سماحة الشيخ حسن المنصوري المشرف العام على دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية، الإخوة حفاظ كتاب الله والأخوات حافظات كتاب الله، الإخوة الحضور مع تقديم والاحتفاظ بأسمائهم وصفاتهم وهيئاتهم، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحفل الطيب المبارك، حفل تكريم ما يزيد على 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل جاءوا من أرجاء العراق الشقيق، حفل متميز غير مسبوق من حيث عدد حفاظ كتاب الله وعدد حافظاته، ومن حيث نوعية الحفظ ودقته وإتقانه. أيها الإخوة والأخوات، بصراحة أنا أحفظ كتاب الله والحمد لله، لكن مثل هذا الحفظ لم يمر علي في حياتي. يستطيع القارئ أن تحدد له الصفحة فيقرأها، والتي تليها والتي قبلها، وأول الصفحة حفظ دقيق لم أر مثله في حياتي. جزاكم الله عن المسلمين كل خير وتقبل الله منكم، وجزى الله متولي العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي كل خير، جزاك الله عنا كل خير على هذه النهضة القرآنية المقدسة التي لم نر مثلها، وجعلها الله في صحائف أعمالكم المباركة، وجزى الله العاملين في هذه العتبة المباركة الحسينية كل خير. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا جميلا طيبا إلى شيخ قراء بلاد الشام الشيخ الدكتور رفعت علي ديب. مسك ختام الكلمات أيها الأحبة مع كلمة الشورى العليا للقرآن الكريم
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يلقيها ممثلا عنها الأستاذ الدكتور عبد الرسول عبائي، فليتفضل إلى المنصة مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحضر بين إخوة أهل القرآن ونجتمع في بيت الحسين، عند الحسين، عند مرقد الحسين الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. الحسين سلام الله عليه يرى ما قد اجتمع هنا من براعم أثمرت الشجرة الطيبة هذه البراعم وأزهرت وأينعت، واستمعنا لهذه التلاوات والأسئلة. نرى أن الحفظة ما شاء الله عددا ونوعا نموا أداء وحفظا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الجهود التي بذلت. ما كان لله ينمو. بدأوا بجلسات صغيرة وما شاء الله، وفضيلة المتولي الشرعي فضيلة الشيخ عبد المهدي أتم الحجة على الآباء والأمهات في عراقنا الحبيب أن دعاهم إلى هذا العمل المبارك. ونرى أن الأساتذة أتم الحجة على الأساتذة والعوائل والشباب. نسأل الله أن يتقبل من هؤلاء الإخوة بحق الحسين. وأنا مطمئن أن الحسين سر بهذا الجمع، لأن الحسين كان رأسه على الرماح وهو يتلو القرآن الكريم، فهذا العمل هو عمل حسيني. نسأل الله أن يجعله مباركا لشعبنا في العراق. ونحن في الجمهورية الإسلامية سننقل ما رأيناه وشاهدناه إلى أهل القرآن وإلى المراكز الثقافية. ونسأل الله أن يبارك بكم، والله ناصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.